بتاع الطماطم، بتاع طماطم، المنظر ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح العسل. النهارده من بيت أوسة ومامة أوسة، يوم جديد وفيديو جديد. وبصوا انا الروتين ده 3 ايام يا جماعه، عشان عايزه اعمل لكم روتين قوي 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 وتحضيرات لرمضان. لو انت جديده يا ست الكل وما اشتركتيش في القناه، اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي، شعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله تعالى اقدمه معاكي الفتره الجايه ان شاء الله. احنا بنعمل، لو انت جديده احنا بنعمل مع بعض روتينات جامده قوي، وعاملين مع بعض روتينات شتا تحفه قوي. وبصي ان شاء الله ان شاء الله هنطلع يعني كل اللي عندنا عشان نعجب حضرتك. فلو انت جديده ولسه ما اشتركتيش في القناه، واللي بيشتركوا واللي بيتفرجوا عليا من بره يخشوا يشتركوا في القناه. بصي مش هتخسري حاجه لو انت اشتركتي معايا في القناه. انت مش هتخسري حاجه عشان انت كده كده بتتفرجي عليا. فيزيدني الشرف منك ان انت تشتركي معايا في القناه. بس كده. والنهارده يوم جديد وفيديو جديد، وصباح السعادة وصباح الهنا وصباح الجمال على عيونكم. بصوا يا جماعة، احنا النهارده بقى هنعمل حاجات مع بعض كتير قوي مع بعض، حاجات ياما ياما. انا قسمت الفيديو ده جزئين، لان زي ما قلت لكم الفيديو ده 3 ايام مش يوم واحد. قسمته لجزئين لان هيبقى طويل قوي عليكم وانا مش عايز اطول عليكم. طبعا شفتوا قوسه بتاع الطماطم، شفتوا قوسه وبياكل طماطم. ايه رايكم في الطماطم؟ ايوه احنا بنتكلم عليه، كلهم بحبحوا يخلتته، بحبحوا، قول لهم بحبحوا. خلاص يا جماعه، هو اتكسف يقول لكم بحبح. بصوا بقى يا جماعه، الركنه دي بجد انا حاسه ان هي ما بتخلاش من التراب ومن العفره ومن البهدله. نعم يا ريحه دي، بس بقى ما تصدعهمش. اسم الله اسم الله اسم الله. بصوا يعني احنا كنا امبارح بناكل، يوم الخميس كنا بناكل عدس. اوسى مسح بقه كله في الركنه يا جماعه من اولها لاخرها. قعدت امسح وادعك واعمل يوم الخميس. وبصوا يعني اخر بهدله بجد. بجد اللي معاها اطفال ربنا يا رب يكون في عونها يا رب، واللي معهاش اطفال ربنا يرزقها، وربنا يرزقها يا رب بالذريه الصالحه يا رب، ويديها يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب، ويخلي لنا يا رب اولادنا يا رب جميعا يا رب. ما تنسوش تدعوا لاهل فلسطين واهل غزه، ربنا يا رب يرحمهم يا رب، ويرحم اموات المسلمين اجمعين. والحمد لله احنا مستورين وبلدنا مستوره وعيالنا مستورين، وربنا يا رب يرزقنا يا رب جميعا. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنروق الركنه. طبعا بصوا اكيد عندنا في كل بيت لازم يكون في بيت، لازم يكون فيه كركبه وبهدله وعفره. لازم الاوضه اللي احنا قاعدين فيها على طول. طبعا انا حاليا كنت على طول بقعد في الركنه، دلوقتي حاليا احنا بنقعد في الركنه، في الصاله، في اوضه النوم، في كل حته. ما تعرفوش ليه، مش فاهمه ايه السبب. انا اقعد هنا، جوزي لا يطلع يقعد بره عشان خاطر الدوشه، هو يبهدل لي بره اوسه يبهدل لي جوه. فانا يا جماعه بجد تعبت والله العظيم، الموضوع متعب قوي. الاول كانت الركنه الصاله الريسبشن كنت بروقه ايه كل اسبوع مره كده، فاهميني؟ لا انا الريسبشن لسه عامله معاكم جوله الشتاء، حاسه ان الريسبشن خلاص بقى معفن وتراب هنا وتراب هنا. ونسيت البلكونه يا جماعه يوم العاصفه ديت، نسيت البلكونه والله العظيم. بص بهدلت لي الصاله، بهدلتها لي، وان شاء الله نعمل روتين مع بعض فيها. فلو انت لسه ما اشتركتيش، وجماعه الناس اللي بتتفرج عليا من بره ديت، انا عايزه اعرف انت دلوقتي بتتفرجي عليا من بره ليه يا حاجه؟ نفسي افهم الموضوع دوت. او انتي بنوته، انتي حاجه، انتي قميله، انتي بتتفرجي عليا من بره ليه ما بتشتركيش معايا في القناه؟ هتخسري ايه انتي بقى؟ ما لما انتي كده كده بتخشي تتفرجي حضرتك عليا، ما تشتركيش معايا ليه في القناه؟ يعني انتي كده كده مفضيه ايدك ومفضيه وقتك لدودو، يبقى ليه بقى ما تشتركيش مع دودو واوسه؟ ليه بقى ليه؟ مش عارفه ايه لغه الاطفال اللي انا بتكلم بيها دي. شرفتوني ونورتوني يا جماعه بقى، واشتركوا معايا في القناه كده، عايزه عيلتي كده تكبر كده بيكوا بقى، عايزه عيلتي تكبر. بصوا هنا انا يعني اوسه طبعا محوط الركنه كلها. هنا انا جوزي والله يا جماعه عايزني انقل الركنه في الوش زي ما كانت، عشان بيقول ايه ان اوسه المكان اللي هناك ده اللي فيه المكوه، كل شويه اوسه عايز وانا باكله عايز ينزل فيها ينزل فيها. هو مش فاهم ان اوسه رامي لعبه هنا، فهو عايز ينزل لها. هو ابوه خايف ان هو يرمي نفسه على تحت. فربنا يا رب يحفظه يا رب، ويخليه لي يا رب، وما يحرمنيش منه ابدا. وربنا يا رب يرحم اخوه واخويا، اللهم امين. واخوه ربنا يا رب يرحمنا يا رب جميعا. فبس ابوه بقى خايف يا جماعه من المكان ده خالص. فانا كنت هنقلها دلوقتي، بس بعد كده رجعت في كلامي، حسيت ان انا مش قادره خلاص. تعبت بجد، تعبت من البهدله، تعبت من الترويق يا جماعه، تعبت. احنا المفروض ناخد هدنه بقى يا جماعه، احنا المفروض ناخد هدنه. انا عايزه افهم احنا ما بناخدش هدنه ليه كستات؟ طبعا في ناس كتير قوي شغالين، وفي ناس كتير قوي قاعده في البيت. بص، ولا اللي قاعده مرتاحه ولا اللي شغاله مرتاحه. بجد احنا عايزين ناخد هدنه يا جماعه، احنا مش عارفين ناخد هدنه ليه. يعني عايزين يعني نخصص كده وقت كده لنفسنا بجد. يعني بجد نفسي اخصص وقت لنفسي، نفسي اقعد لوحدي شويه. مش عارفه اقعد يا جماعه، مش عارفه.
ولو يونس قعد مع ابوه ثانيه يجي اول ما يونس يعيط يديهولي، خلاص كده الموضوع انتهى. انت ابنك بيعيط خديه، يعني حتى وانا تعبانه والله العظيم برضو لا خدي يونس بيعيط، طب اعمل ايه طيب مش عارفه ايه. لا لا اصله مقريف، ايوه ما هم مش عايزينه هو مقريف، هم عايزينه هو سكت وبيضحك وحبيب بابا وقلب بابا. اول ما يعيط خدي يا ماما، خلاص كده الموضوع كده انتهى. فربنا يا رب يحفظهم لنا، بس بجد والله العظيم بجد الواحد تعب، نفسيته تعبت، نفسه يعني حتى نفسي اخرج، يعني الواحد نفسه يخرج على الاقل يعني نفسه يعمل اي حاجه، نفسه يطلع من جو المطبخ ومن جو الركنه من جو الصاله، نفسي اطلع من الجو ده. فوالله العظيم الواحد كان في الشغل الاول يقول لا عايزين نقعد من الشغل، ربنا يا رب يتوب علينا. لا والله العظيم بجد الواحد تعب قوي. هنا قلت انفخ له الحصان بتاعه ده عشان يسكت شويه عشان انا اعرف اخلص. طبعا هي ركنه ما بتاخدش وقت خالص، بس هو طبعا اللي مخليني ايه اخد وقت وكده. هنا كنت بتفرج بقى يا جماعه على المسلسل بنت السفير، تحفه يا جماعه المسلسل ده تحفه. ويوم الخميس مين يا جماعه بيتفرج على عاصمه عثمان يا جماعه، هي يا جماعه قفلت على حته انا هموت اموت انا. الاسبوع الجاي انا عايزاه يجي بسرعه، عايزاه يجي بسرعه قوي. عثمان قفلت على لقطه لا صعبه صعبه بجد، احنا عايزين نعرف. فبجد المسلسل ده تحفه قوي 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 فوق ما تتخيلوا، يعني حلقه في الاسبوع وبيتصور كده مباشر، فبجد جميل. انا بحبه، انا جوزي هو اللي مخليني اتفرج عليه من ايام الخطوبه، يعني ممكن المسلسل ده بقاله بتاع 5 سنين 6 سنين، ارطغرل وبعد كده عثمان، يعني الموضوع بقاله ياما قوي قوي. هنا بقى لقيت اوسه يا جماعه حاطط لي اللي على الترابيزه البيضاء شخبط لي بقلم احمر، ما عرفتش امسحه ابدا. هنا بقى شلت لعب اوسو كلها، ربنا يا رب يحفظه لي يا رب ويخليه لي. هنا انا بصوا جبت لكم كده لقطات بينت لكم فيها اوسه، يعني هي مش لقطات، هي اللقطات دي يعني حصلت كده. فان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هبينه خلاص بقى، بس ابوه بس يوافق، يعني هي دي رغبه ابوه، هو مش عايز يبينه دلوقتي غير لما يكبر شويه. بس ان شاء الله هبينه لكم. انا بصوا يا جماعه انا مش مخبياه ولا خايفه من الحسد ولا الكلام ده والله العظيم خالص، يعني الموضوع مش كده خالص. بس يعني ايه بنقول إن طفل يعني لسه صغير وكده. فطبعا انتوا عارفين الاطفال بتبقى حساسه قوي، بتبقى حساسه قوي، ومش كل الناس هتقول اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله، مش كل الناس هتقول كده. فبرضه كل واحد طبعا بيخاف على عياله، اكيد انتوا كمان بتخافوا على عيالكم. بس يا بت، بس يا لوز، بس كلم خالتاته. فاكيد طبعا كلكم طبعا بتخافوا طبعا على عيالكم، وانا يعني الموضوع يعني انا بقى مش بخاف على يونس، انا بموت على يونس يا جماعه كلمه انا بخاف عليه دي شويه. فممكن انتي مثلا شفتي تقول اللهم صل على النبي، ممكن غيرك شاف اللهم صل على النبي، ممكن بقى واحده تانية ما قالتش، فاهمه قصدي. فبالله عليكم يا جماعه لو اي حد شاف اوسه يقول بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي يا رب ويخليه يا رب الام يا رب يا رب يا رب. هنا بقى اكنس بقى ايه السجاده يا جماعه بجد تقيله، وبصوا التراب داخل جواها. امبارح اوسه وهو بيلعب لقى شعر في ايده وراح كاله يا جماعه، فالموضوع ده صعب قوي مش عارفه ازاي عملها، بس انا لحقته على طول وشدتهوله. ومع اني والله العظيم يعني احنا ما حدش انا عامله روتين من ساعه ما اتجوزت ان اي حد يسرح في الحمام، انا ما عنديش حد بيسرح هنا ولا هنا. بس انتوا طبعا عارفين طبعا بعد الولاده والكلام ده كله فالشعر بيقع اساسا لوحده، يعني بينزل كده لوحده. والله هو قبل الولاده بس بعد الولاده طبعا بقى اكتر. فربنا يا رب يعيننا يا رب جميعا. معلش يا جماعه الدوشه دي، انا بقالي كام فيديو كنت بصور وأوسى نايم، المره دي بقى احنا الصبح عشان اعرف انزل لكم الفيديو. زي ما قلت لكم انا مقسمه لكم الفيديو ده على جزئين. فربنا يا رب يعيننا يا رب جميعا يا رب، ويقف جنبنا ويرزقنا يا رب برزق عيالنا، ويرزقنا يا رب جميعا. هنا بقى بصوا هنكنس السجاده بقى، والنهارده هنعمل مع بعض كيكه يا جماعه. بصوا بقى انا صورت الكيكه اوكي، بس لقيت التليفون ما كانش بيصور يا جماعه. فلو عجبك شكل الكيكه وبصوا طعمها، بص هي كانت كلها على بعضها كانت تحفه، يعني دي كانت سهره يوم الخميس كده مع عثمان فلو عجبك لو عجبك ابعتي لي قولي ايه الطريقه وهعملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني، وممكن اكتب لك كمان المقادير. الكيكه دي يا جماعه بدون بيض بدون لبن، ومش قادره اوصف لكم طعمها كان عامل ازاي، وعاملاها بكاكاو خام ب 10 جنيه من عند الراجل، يعني مش جايبه كميه ومش جايبه ياما. النهارده هنعمل بقى مع بعض ايه ست الكل، هنعمل معجون الطماطم. هنشيل طبعا الحته اللي فوق دي، هنغسل الطماطم كويس. انا هنا اللهم بارك كنت جايبه 10 كيلو طماطم، طماطم في الايام دي ب5 جنيه في السوق. فقلنا ايه يعني ايه طبعا يا جماعه بص هو انا جبت ب50 جنيه طماطم وهشيلها رمضان، بس يعني ايه سحبت طبعا منها يعني اكيد. فبصوا احنا يعني احنا نسحب منها بس نسيب طبعا. انا طبعا هخزن تاني وتالت ورابع ان شاء الله لحد رمضان. لازم يا جماعه بقى خلاص رمضان هان، وزي ما قلت لكم احنا كل شهر هنجيب حاجه من هنا لحد رمضان. طب ما احنا هنستعملها يا دودو، لا يا جماعه احنا هنستعملها بس نسيب مثلا كيسين على جنب، 3 اكياس على جنب، من كيستين على كيس على 3 اكياس على 3 اكياس لحد ما ربنا يكرمنا ونعمل كميه ان شاء الله باذن الله. برضو يا جماعه الدنيا صعبه على جوازاتنا والدنيا غاليه، فربنا يا رب يعينهم يا رب.
هنا بقى احنا لازم بقى ايه ننضف بقى الفريزر. لازم بقى ننضف بقى الفريزر كده بتاعنا ونعمل بقى بصوا يا جماعه الازازه دي بتاعت الشاور. انت حطاها ليه هنا؟ عشان جوزي بيصطاد وكان حاططها لي، والله مش انا يا جماعه اللي حطاها، والله العظيم هو اللي حاططها لي. انا طبعا شلتها قلت ايه اللي هو حاطه لي ده، وما خدهاش اصلا، يعني لما راح اصطاد ما خدهاش. هنا بقى انا هفضي كل حاجه في الفريزر. هغسل بقى الفريزر غسله محترمه. انا مش هغسل الغسالة، انا مش هغسل التلاجة، انا هغسل الفريزر. عشان خاطر بقى اعمل بقى التحضيرات، عشان لما اجي احط مره واحده. انا بصوا يا جماعه انا بقالي كتير قوي 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 ما غسلتش الفريزر. كنت من يوم ما اتجوزت بمسح الفريزر بس ما بغسلوش. هنا بصوا بوريكم التوم انا مجففاه ازاي في الاكياس. اخر ورقه توم يا جماعه، يا رب التوم يطلع بقى قبل رمضان ان شاء الله. لا بس بالتالي هيطلع قبل رمضان، التوم يطلع شهر 2 أو 3. هنا بصوا بقى الفريزر، يعني دي اول مره اغسل الفريزر. حطيت حبه صابون على حبه بيكنج صودا عشان خاطر تخليهولي كده ابيض كده تلمعهولي. بصوا انا هنا ما كنتش عارفه اشيل دي خالص، بس شلتها. عايزه اقول لكم انا فصلت عشان قعدت احاول اشيل لحد ما شلتها. مش قادره اوصف لكم بقى، كان فيها ملوخيه وكان فيها صلصه سايحه. انا كل ده اللي كان غايظني المكان اللي تحت مش عارفه اجيبه. وانا عمري في حياتي ما خلعت دي كذا مره حاولت اخلعها ما نفع. بصوا هنا بقى الفريزر بقى زي الفل. يعني بصوا بقى شمعه منوره. شمعه منوره. هدخل بقى كل حاجه فيه. هنا يا جماعه انا بخزن الفراوله، أنا من عشاق الفراوله. باحب اخزنها أوي وباخاف تخلص، يعني أنا عندي كيسين والفراولة الجديدة طلعت، باقول بقى استخدمهم بقى. هنا هادخّل. وكان عندي برضه سبانخ برضه كنت مخزناها برضه السنة اللي فاتت، والسبانخ برضه طلعت. ما شاء الله. أنا هنا دي الحاجات كده اللي كنت مخزناها السنة اللي فاتت، فإن شاء الله هاطلعها استعملها. هنا بقى بصوا أهي الطماطم غلت، حطيت عليها معلقتين سكر. الطماطم حطيت عليها معلقتين سكر وهي بتغلي. بصوا انا هنا ما بضربهاش ولا اي حاجه، انا هنا بسيبها تشرب ميتها منها فيها، انا ما بحطش عليها ولا نقطه ميه. وبعد كده بضربها بالهاند بلندر. ولو انت عروسه وعندك الهاند بلندر خلي بالك قوي من حل الجرانيت، عشان ممكن تتخربش معاكي، لازم تضربي كده من فوق الوش. ولو انت ما عندكيش بقى اضربي في الخلاط. فاهمه ولو عندك حله سلستين احسن لك. انا كسلت الصراحه اطلع الحله السلستين فاستعملت دي. بصوا يا جماعه بجد احلى طريقه. انا ولا بقطع بصل، انا بحب البصل فريش، ولا بعمل اللي هي بتاعه البصل بتاعه الثوم مش عارفه ايه واطلع على الطبيخ على طول. لا طب ما انا اقطع البصل يا جماعه. يعني انا منافيه ايدين كده اقطع البصل ليه اخزنها يعني بالبصل بتاعها وكده. انا ما حبيتش الطريقه ديت الصراحه خالص، حبيت الطريقه دي قوي. وطبعا هصفيها كويس جدا لان في ناس ما بتصفيش يا جماعه. في ناس ما بتصفيش، فانا مش عارفه ليه بجد انتوا ما بتصفوش يا جماعه. فهنا بصوا انا هصفيها. بصوا هنا انا بوريكم هي تقيله ازاي. دي يعني ده معجون طماطم مش صلصه. يعني دي هتبقى مركزه معاكي هتبقى تقيله جدا. فانت اعملي على قد اكله وهتزودي كمان ميه. يعني انا هنا ما شاء الله اللهم بارك هيكملوا معايا 10 اكياس. وممكن انا يعني 10 اكياس دول كتير خلي بالكم عليا، يعني انا ممكن الكيس الواحد يكفيني اكلتين لان انا بعمل طبق، لان احنا اتنين بس. بس انا ايه حطيت كبشتين في كل كيس. مش عارفه ليه، مع اني المفروض كنت احط كبشه واحده، بس حطيت كبشتين في كل كيس. بصي هنا اهو هضربها كويس قوي. بصوا التقل يعني ما شاء الله عليها بجد 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 ما شاء الله. والحمار بتاعها يا جماعه تحفه. بصوا هنا بصوا يعني بصوا تقلها. هي طبعا دي لو صلصه كانت هتبقى خفيفه قوي معاكي. وبجد نصيحه من اختك ما تعمليش البصل والثوم وكده وتجففيها ببصلها وبثومها، بتبقى مش لطيفه يا جماعه مش لطيفه. هنا بقى جبت المصفى اللي انا ما استعملتهاش من يوم ما اتجوزت، انا عندي 3 يا جماعه ما استعملتهمش. هنا بقى ايه هنستعين بمين بقى هنا يا جماعه؟ انا صبعي اتعور وانا بعمل الفريزر. هستعين بمين هنا بقى يصفي لي الطماطم؟ تفتكروا مين؟ زوجي العزيز. بص هو بوريكم صبعي متعور. هنا بقى هفصل الكاميرا وافضل اقول يا احمى يا احمى يا احمى يا احمى لحد ما يجي اقول له احمى والنبي اعصر لي الطماطم. ليه اعصر لك الطماطم؟ عشان ايدي متعوره. هيقف بقى هنا بقى هيعصر لي الطماطم. بص عصرها لي والله طلع شطوره يا جماعه، عصرها لي اهو كلها. بس كده بقى هعبيها معاكم. بس يا جماعة في حاجة بس عايزة أقول لكم عليها. لما تحطيها في الأكياس وبتحطيها في الفريزر الكيس بينزل. أنا مش عارفة ليه المشكلة دي حصلت معايا، مع إني باقفل الكيس كويس جدًا. حتى أنتم شفتوا وأنا باغسل الفريزر يعني متبهدل معايا طماطم وملوخية قبل كده ومش عارفة إيه وكده يعني. فأنا مش عارفة ليه حصلت معايا الموضوع دوّة. لأ ما كانش ملوخية. الأخضر ده كان إيه؟ والله العظيم يا جماعة مش فاكرة. مش فاكرة، بس هي الصلصة قبل كده ساحت. الملوخية ديّة لمّا في مرّة قبل كده النور قطع وأنا نسيت التلاجة أولّعها وكده. فحصل كده معايا. بُصّوا هنا أنا حطيت أهو كبشتين. فأنا بُصّوا بقى جِبت العلب دي وهاحطها جواها. خلاص بقى أنا نضّفت الفريزر مش عايزاه بقى يتبهدل بقى. وأنا من نوع أنتم عارفين أنا ضد البهدلة. أنا ضد البهدلة. أنا لمّا باعمل الحاجة باعملها بضمير أوي فما باحبهاش تتبهدل. بس بقى يا لوزة. فما باحبهاش تتبهدل. فاهمني؟ فهنا اهو بصوا انا هقفل عليها كويس. وعلى فكره انا كنت الاول خايفه وانا بحطها هنا، بس بجد يا جماعه طلع اختراع حلو قوي يعني. يعني امبارح طلعت
كنت بعمل اكل، وطبعا ما دام انت عندك صلصه هتكسلي تطلعي تعملي طماطم، فطبعا انا عملت كده، فطلعت لقيته بجد اقتراء يعني. كان طبعا بتلزق في الفريزر تحت وتفضلي تحكي وتطلعي ومش عارفه ايه، بيلزقوا الاتنين في بعض. انا هنا حطيت الاتنين مع بعض وطلعتها ثانيه بس، فكت خدت الكيس وحطيت الكيس التاني، بس ده اللي انا عملته. فبجد طلع فعلا اختراع حلو، ولا هبهدل بقى الفريزر بتاعي اللي انا اتمرمطت فيه. طبعا الفريزر ده لازم تطفيه وتعملي ومش عارفه ايه. طبعا عندي التلاجة من تحت مش كلمه متبهدله دي شويه، برضه انا ما عملتهاش بقالي فتره كبيره يعني. كنت بصوا انا بعمل مثلا بغسل الغسله بضمير قوي، بطلع صحتي كلها في الغسله، وبعد كده بقى بتبقى ايدي في ايدي يعني على طول بقى في الحاجه، فاهماني؟ بس انا بقى لي فتره لما تعبت وكده بقيت مهمله فيها شويه، فان شاء الله هغسلها. بصوا هنا يا جماعه ما شاء الله عملوا معايا 10 اكياس اهم، بعدهم لكم. انا فاكره انه انا ببص عديتهم عشان على سن انا هنسى، بس انا افتكرت 10 اكياس. فما شاء الله يعني هم 10 كيلو عملوا 10 اكياس، مش عارفه ليه. بس طبعا شُفت طبعًا أوسة في أول الفيديو كان بياكل طماطم، شُفتوا يا جماعة أنا ابني طلع بتاع طماطم شبه أمه، طلع بياكل طماطم. هنا طبعًا بقى هاحط هنا، وبرضه كنت خايفة من هنا أوي، لأ طلع برضه اختراع حلو. يعني أنا عندي دول من ساعة ما جبتهم ما استعملتهمش، اللي طلع عليهم أهم استخدام، طلعوا جُمال جدًا، حلوين أوي. فبجد لو أنتِ برضه بيبهدلوا معاكِ برضه بتتضايقي اعملي الحركة ديّة. ولو وصلتِ هنا لحد هنا يا ستي الكل، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس ونوريني كده بقى وشرفيني وكبري عيلتي بقى، كبري عيلتي بقى، انا عايزه عيلتي تكبر بقى يا جماعه. انا نفسي انام واقوم الاقي نفسي 1000 متابع يا جماعه. تقولي لي ازاي؟ اقول لكم ماليش دعوه. هم بيقولوا 1000 متابع دي بتبقى صعبه قوي. بصوا يا جماعه انا لحد دلوقتي مش عارفه انا بصور لكم حلو ولا لا. مش عارفه برضو انا بتكلم حلو ولا لا. بس كل ما الواحد بيتعود ويتعلم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا دودو يا حسن، بصوا ابقى مشهوره كده. ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله الواحد على قد ما يقدر نفسه ان هو يبقى حاجه ويربي عياله احسن تربيه. فطبعا اكيد طبعا كلنا يمكن نفسنا في كده. فوالله الواحد على قد ما بيقدر بيعمل كل حاجه عشان خاطر تعجبكم. فما تفكريش ان الفيديو ده فيديو تصويره بس، لا والله العظيم ده في طفل تحت رجلي وبصي يعني اخر بهدله، وجوز طبعا عايز ياكل، وبيت عايز يتروق. فاوعي تفكري انا برضو يعني يعتبر انا كده برضو شغاله، فده شغلي برضو. يعني انا عملت ده شغلي، بس ده شغلي انا من البيت. فانت ما تفكريش ان الموضوع سهل. فانت لما بتحطي لي اللايك انت ما بتخسريش حاجه، لكن انا بخسر، ان انا بخسر دعمك ليا. ان انت كده بتحسسيني ايوه انا فعلا تعبت ولقيت. فبس كده يا جماعه، فلو انت وصلتي لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان تنوريني وتشرفيني في كل فيديوهاتي. وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات على قد ما اقدر، وهوريكم ان دودو وحسن هتعمل حبه فيديوهات تحفه تحفه تحفه. وكل مدى كل يعني ما الواحد بيتعلم. فبس كده الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا، ومع السلامه، واستنوني في فيديو جديد.